السلام عليكم متابعيني الأعزاء. هنا اليوم عندي فيديو طلب المتابعين. أولا طلبوا من عندي قياس للمساطر. القياس العرض المساطر 3 أصابع، تصير وي كفاتها أقل 3 أصابع، تصير أصبعين تصفى. وطول المسطرة عرض القماش. هسه هنا أنا وهاي عند عباية مكوكتها ومكملة مساطرها وطابقة متونها ومكوكتها. شوفوا هاي على طول عرض القماش، وحتى لو بيها يعني نقص عادي من جوا خليه من جهة الإخبان، يضيع بالإخبان يروح. وهنا أنا هاي عند الركبة مالت العباية هي شبر و4 أصابع، شبر و4 أصابع قياسها. ومتابعة طلبت من عندي أمين تبدي بالدرازة مالت المتون. هسه أنا هاي عندي المتون طابقتهن ومكوكتهن. تبدي من الجهة اليمنى ونخلي تقريبا يعني سنتيم الفتحة الردان، ونبدأ بالدرازة ندرز بالمتن الأيمن نكمله للنهاية للركبة نوصله. نبدأ من المتن الثاني من يم الركبة لنهاية الردن، الفتحة الردن نوصله لنهاية المتن. همين نخلي سنتيم الفتحة الردان بالنهاية، ما ندرسها، خليه هيك قد سنتيم كافي. أنا هاي العباية بس مخلية المساطر وطابقة المتون بعدها بالسكواك ما دارزة بيه. ومتابعة طلبت من عندي الخيط، يا خيط استخدم ذن الخيوط. هذا أول بتين رقم 2 استخدمها للدرازة، ومو على طول يعني استخدمه ب3 بتوت مرات رقم 3. وهذا الخيط رقم 3 وبالوزة، واثنيناتهن ذني خيط خوش خيط، لأن أنا أخذ منهن عينة خيط شوية وأنا أقعد بالقاصر أجربه أشوفه قبل لا أستعمله. أكثر شي رقم 2 أستخدمه لدراسة المتون، ورقم 3 أستخدمه أكثر شي للشد وخياط الإخبان. هسه هنا راح أدرز لكم شوية كبداية بالمتن. هذا المتن الأيمن. متابعة قالت لي نبدأ من جهة الأمام لو من الخلف، لا نبدأ من جهة الأمام من المتن الأيمن، مثل ما قلت لكم، ونروح بيه للرقبة لين مالت الراس. هنا نبدأ بالدرازة. هم شوفوا خليت لكم سنتيم لفتحة الردان، من هنا نقص الردان نفتحها. هنا نبدأ نثبت الخيط أولا، وندرز. وبنات أتمنى تشتركون بالقناة ولايك للفيديو، وأي شي كتبوا لي إياه بالتعليقات وأنا إن شاء الله ما أقصر وياكم. وأتمنى يكون الفيديو واضح واستفادتوا من عنده.
هاي هنا درزت كبداية حتى تشوفون. ولهنا وأقول لكم مع ألف سلامة. وهسه شوفوا هاي شوية اللي درزتها، هنا تبدون للنهاية مثل ما قلت لكم. وهنا ينتهي الفيديو، مع ألف سلامة.